شايفين الصورة هذه يا اخوان اللي قبالكم هذه وين محطوطة؟ هذه في مصر تذكرة، هدف محطوط في اليمن، عشان لما تيجي تتكلم تقول على اليمن اصل العروبة واصل الشرف واصل الكرم واصل النخوة، في مليون دليل ومليار دليل يثبت لك هذا الكلام. اليوم بزرع في قلب الولد الصغير اللي لسه بتربى برضع من صدر امه حليب، برضعه حب الوطنيه وحب الشرف وحب النخوه وحب الكرامه وحب العروبه وحب الدين الاسلامي، برضعوه الرضاع في كل منطقه، عاملين نصب تذكره لفلسطين ولا غزه ولا الاسلام ولا كل حاجه رمز من رموز الاسلام في كل دوله اليمن. تيجي تحكي لي بتحب اليمن وما بتحبش اليمن؟ انت اليوم في بلد، اي بلد عربي، هات لي بلد عربي بيرتفع فيها علم فلسطين غير اليمن بدون ما صاحبه يتبهدل، بدون خوف، بدون جبن، بدون ما يخاف ان الحكومه تاخذه. في فرق كبير يا رمضان، في فرق بين الحكومه انها تكون داعماك لحب فلسطين وهي اللي تقول لك مربياك على الشهاده ومعلمك اعمل وانا في ظهرك حمايه لإلك، وفي فرق بين ما يقول لك من يكون شخص من داخله هو اللي بحب القضيه وبحب الدين وبحب اهله والناس اللي في غزه وفي فلسطين، ويجي يرفع العالم زيك برفع، هو خايف لانه عارف انه حتيجي حكومه تاخذه من رقبته زيك تحطه في السجن عشان بيساعد اخوانه وبيساعد اخوانه بكلمه على بوست ولا برفع علم ولا برفع رايه ولا بيحكي اي كلمه حق. في نهاية الفيديو تقول لي في نهاية الفيديو قسما بالله العظيم ما ساند القضيه الفلسطينيه من قلبه غير اليمن السعيد. والله يحفظ أهلنا في اليمن السعيد يا رب العالمين. لخصنا الكلام، ومن أبناء غزة بنقولكم أنتوا اللي مسحتوا دموع الفلسطيني لما نزلت.